ده هو ميكوتو، رحالة متجول يتجه من قرية إلى قرية بهدف قتل الغيلان. بيوصل كده على بلد تدعى أرسلان. اول لما بيدخل بيلاقي بنت بتجري عليه، بتقول له خبيني بالله عليك من الحراس اللي جايين ورايا دول وانا هكافئك. البنت دي بقى تدعى سالي وهي اميره مدينه ارسلان. بتهرب من الحراس دول كل يومين كده على امل انها تعرف تخرج بره المدينه وتلف حول العالم وتكتشفه. لا طموحه يا بنت. المهم الحراس بتيجي وبتسال ميكوتو عليها، فبيخبيها ميكوتو ما بيعرفهمش بمكانها. فالحراس بتمشي، وبعد ما بيمشوا بتشكر سالي ميكوتو علشان خباها وبتعزمها على حاجه ياكلها كمكافاه. يعني شكلها هتلعب يا صديقي. بتاخده على محل حلويات وبتجيب له قرصه اميره نتنا الصراحه، وبتلففه في المدينه وكده. وكان واضح ان اهل المدينه كلهم بيحبوا سالي ومتعودين على هروبها من الحراس، يعني مفيش جديد يعني. وبعد شويه بيروحوا على القصر وبتجهز سالي العشاء لميكوتو، وبتقول له انا جبت لك الاكل اهو يا عم وظبطت عليك، لازم تحكي لي بقى شويه عن نفسك ومغامراتك. وده كله علشان سالي عاوزه تخرج من البلد وبتقول عليها مملكه ممله. المهم ميكوتو بيقول ان العالم من بره خطير وهي هتتاذى. ما بتصدقوش سالي وبتزعل وبتقول له لا تتاخر وبترجع علشان تنام. ولكن من ناحيه تانية كان في حشود من الغيلان على وشك انها تحتل المدينه. المهم تاني يوم الصبح سالي وميكوتو بيكونوا ماشيين مع بعض، وبتقول له سالي انها عاوزه تروح معاه في رحلاته. ميكوتو قال لها الموضوع صعب جدا وانت ممكن تخسري حياتك. فسالي لما سمعت خافت كده ورجعت عن اللي في دماغها. المهم بيروح واحد من الغيلان للملك على اساس انه واحد من الشعب وعاوز حاجه يعني. اول لما بيدخل بيخلع الطاقيه والملك بيشوف قرونه. الملك بيترعب وبيساله انت غول؟ الراجل بيضحك كده وبيقول له بالظبط، وانا جاي هنا علشان اوصل لك رساله، وهي انك تقبل تعطيني 30 واحد ضحيه كل شهر والا هقتل المملكه باللي فيها. الملك اترعب وما كانش عارف يعمل ايه. واحد من الجنود اتصدم وراه عليه علشان يهدده، ولكن في اقل من الثانيه الغول قتله وقال للملك ده ما يتحسبش من ال30. وبعدين ساب الملك ومشى. ولكن بعد ما الغول خرج من القصر شاف ميكوتو وهو ماشي مع سالي. الغول اترعب والخوف باين عليه وطلع يجري من القصر علشان ميكوتو ما يشوفوش. هو ايه الموضوع بالظبط؟ ميكوتو لمحه وهو بيجري وبص عليه، وشه البريء اتقلب وشكله ناوي على نيه سواد. سالي بتبص على ميكوتو علشان تكلمه، ولكن كان الواد اختفى. راحت على الملك علشان كان في ضجه هناك وهي عايزه تعرف في ايه. الملك في الوقت ده مش عارف هيعمل ايه في المصيبه دي. شويه من الناس عاوزين الحرب وشويه عاوزين يضحوا بالناس. الملك اول لما شاف سالي قال لها انا عاوز اقول لك على حاجه، مش انت كنت على طول بتقولي لي انك عاوزه تمشي من البلاد؟ انا دلوقتي باذن لك بكده. سالي اتصدمت وقالت له هو في ايه؟ جنود بتزعق وبتقول جيش من الوحوش على وشك الدخول للمملكه. سالي طلعت تجري علشان تبص عليهم، بتقول هو انا ايه اللي بيحصل لي؟ عيني بتوجعني وجسمي سخن، هو في ايه بالظبط؟ انا لازم اروح اراقب من قدام. وفي نفس الاثناء الغول اللي كان بيجري كان وصل على اصحابه. اول لما شافوا الغول الضخم ده قال له انت مالك وشك قالب كده ليه؟ الراجل قال له انت فاكر لما قلت لك ان في واحد دمر بلادي وقتل كل الغيلان اللي فيها؟ قال له ايوه انا فاكر. قال له هو هنا واحنا لازم نلغي الخطه ونهرب من هنا. فالغول العملاق قال له انت تقصد اللي واقف هناك ده؟ الغول بص واترعب من ميكوتو. ميكوتو واقف وناوي يخلص عليهم. الغول الضخم اتحمس هو كمان وقال له تعالى لي. بيروحوا هما الاثنين علشان يتواجهوا. سالي في الوقت ده بتوصل وبتنده على ميكوتو علشان يهرب. بيبص لها ميكوتو وبيقول لها انا اسف بس انا مشغول دلوقتي. بيهجم الغول على ميكوتو ولكن ميكوتو بيطير دراعه. الغول بينزف وبيقع على الارض ومش عارف يتحرك. ميكوتو بيربط شعره وبيهجم على الباقي. عينيه اتحولت وبدا يقتل فيهم واحد ورا التاني. سالي واقفه ومرعوبه من المشهد. ميكوتو قوته جباره. ميكوتو بعد ما خلص عليهم كلهم قطع دماغ الغول العملاق وبيقول له انت بقى الاخير. ايه القوه دي يا عم وانت جايبها منين؟ ميكوتو بعد ما خلص قتل الغيلان راح على سالي وقال لها خلصت. بص لها كده وشه رجع لطبيعته تاني وكان عامل حركه النصر كده. سالي بتقول في بالها كده المفروض ميكوتو بطل علشان لحق المملكه، بس هو البطل لازم يبقى مرعب بالطريقه دي. لسه ما كملتش الكلام وبتلاقي كلب كده داخل عليهم شال حاجات ميكوتو وتقريبا بيقول له يلا نمشي. ميكوتو مسح الدم اللي عليه وغادر المدينه. سالي حاولت تروح علشان توقفه ولكن ما قدرتش تعدي من وسط كميه الجثث اللي شافتها. بيعدي شهر بعد الموضوع ده وسالي قاعده في المدينه بتقول هو ايه اللي كان هيحصل لو رحت معاه وقتها. بتجمع قوتها وبتروح على الملك. بتقول انا خلاص اخدت قراري اللي انا هتخلى عن منصبي كاميره وهخرج واتجول في البلاد كلها. قصت شعرها قدام ابوها وقالت له انا ماشيه. ابوها بعد ما شاف عزيمتها وافق انها تخرج ودعها وجهزت علشان تمشي. وهنا بتبدا رحله سالي في اكتشاف العالم الخارجي. وبعد انطلاق سالي في رحلاتها بتتفاجئ بمخلوق غريب كده مرمي على الارض شكله نص بشري ونص انسان. المهم سالي قالت انا لازم اكون بعيد عن الحاجات دي وراحت علشان تمشي، ولكن سمعت بطن الكائن ده بتصوصو فقررت انها تديله جزره علشان تاكلها. وقعدوا مع بعض واتكلموا شويه وعرفت سالي ان الارنبه دي اسمها فراو. الارنبه كلت الجزره وكانت مبسوطه. ما هي ارنبه بقى. وهم قاعدين مع بعض سالي طلعت كده رسمه لميكوتو وورتها لها وقالت لها ما شفتيش ده قبل كده؟ فراو بصت على رسمه كده ما فهمتش حاجه فقالت لها لا والله.
فقالت لها سالي قشطه يلا انا هكمل رحلتي انا. ولكن سالي وهي ماشيه لقت فراو وراها وبتقول لها انها هتسافر معاها حق الجزره. فبتقول لها سالي ولا يهمك سيبيني في حالي. فراو بتقول لها بس السفر لوحدك خطير. بتقتنع سالي وبيسافروا مع بعض. بيوصلوا على قريه كده وبيدخلوها. اهل القريه بيرحبوا بسالي ولكن بيطردوا فراو علشان هي نص حيوان وكده. فما بترضاش سالي انها تدخل البلد لوحدها وبتطلع مع فراو بره. قلبها طيب قوي وبتطلع مع فراو بره القريه. انت مفكرهم هيهربوا؟ لا دول رجعوا تاني بس فراو لبست عبايه كده تغطي بيها ودانها على اساس انهم مش يعرفوها كده يعني. المهم اتسحبوا جوه المدينه علشان ما حدش يشوفهم. ولكن عمده المدينه قفشهم وبسبب تنكر فراو ما عرفهاش. مش عارف ما عرفهاش ازاي يا صديقي بس شكله كان صايم والصيام مفرهده. المهم اخدها على بيته علشان يعمل لهم الواجب. سالي قعدت مع الراجل تاكل وفراو بتاكل في جزرها في الاوضه. ما هي ارنبه بقى. سالي بعد الاكل بتقول للراجل انت طيب معانا كده ليه؟ جبت لنا اكل وبيت، هو انت ناوي تشغلنا عندك عبيد ولا ايه؟ فبقول لها الراجل لا يا بنتي ده لحد كام يوم كانت الوحوش مبهدله القريه، كانت بتهجم علينا وبتاكل الناس اللي فينا لحد لما عدى علينا عابر سبيل قتل كل الوحوش ولحق القريه وعلشان كده القريه بقت في امان. وطبعا بعد ما انا شفت عابر السبيل وهو بيعمل كده قررت ان انا ارحب باي عابر السبيل بقى يدخل القريه وكده. الراجل طلع محترم يسلي في دماغي. ولكن بتكون سالي عرفت ان عابر السبيل ده هو ميكوتو وسالته عليه. فالراجل بيقول لها انه مشى وما يعرفش عنه حاجه بعدها. فبتقول له سالي تمام. هو بتساله هو انتوا ليه بتكرهوا اشباه البشر؟ فبيقول لها الراجل علشان هم وحوش وما بيفكروش وهم خطر على البشر. فبتقول له سالي قشطه وبتسيبه وبتروح علشان تنام. بس ضميرها بيأنبها قبل ما تنام علشان ضحكت على الراجل ودخلت فراو على بيته وهو ما يعرفش. ولكن في الاخر بتقرر انها تنام. والصباح رباح بقى بتنام سالي وبتصحى الصبح على صوت ناس بتزعق بيقولوا وحش هجم على القريه. سالي بتروح عليه وهي حاسه بحاجه غريبه في جسمها ماسكه عينيها وشكل عينيها بتتلون وبتقول انا حاسه ان فيها حاجه غريبه. الوحش حاصر سالي وكان خلاص هيخلص عليها. ولكن فراو بتتدخل على الوحش وبتكسر دماغه وبتقول له ما عادش غير الديك كمان يتكلم. وبيشوفها شويه جنود كده معديين على القريه وبينبهروا منها. ولكن اهل القريه بيكونوا خايفين من فراو وبيقولوا عليها وحش وبيطلبوا منها الخروج بره القريه. سالي بتحاول تدافع عنها ولكن مفيش فايده. فراو في الوقت ده بتروح على الرجل اللي استضافهم امبارح وبتقوله شكرا على عشاء عمه وبعدين بتسيبهم وتمشي هي وسالي. ولكن هما في الطريق الجنود بتقبض عليهم. ايوه هما اللي شافوا فراو وهي بتقضي على الديك وبياخدوهم علشان يتحاسبوا وبيحطوهم في السجن في مملكه ريمدال. ولكن لحظات بس وبيجي لهم هوسون علشان يحررهم وبيقول لهم انه قبض عليهم علشان ما ينفعش بشر يسافر مع اشباه البشر. بس هو عارف الحقيقه وشاف فراو وهي بتدافع عن سالي وبتشكر كبير القريه فعلشان كده هيحررهم. طب قبضت عليهم ليه من الاول؟ ما علينا شكله عنده فراغ عاطفي. المهم سالي وفراو بيكونوا جعانين بيقولوا له طالما انت قبضت علينا يبقى لازم تجيب لنا ناكل. مش عارف اي منطق ده بس المهم يعني. هوسون بيقول لهم بس بالراحه عليا علشان لسه بكون نفسي والله. وبياخدهم على القريه علشان يجيب لهم الغدا وبيقول لهم غدا بس بالله عليكم مش عشاء معاه. فبيقولوا له ما تقلقش. وهم ماشيين في الشارع شويه عيال بيروحوا على هوسون وبيكون مفكرين سالي حبيبته وبيقول له عرفت تنقي يا عم ولع اللهم اني صائم. سالي بتقول لهم حبيب مين ده مش نوعي المفضل على فكره. وبعدين العيال بتمشي وفي الوقت ده فراو ما كانتش فاضيه لهم وعماله تنقي في الجزر. اهم حاجه الاخلاق. وفي نفس الاثناء اتنين من الغيلان القويه كانوا رايحين علشان يهجموا على المدينه. البنت الصغيره دي اسمها ميكي اما الغول الكبير ده بقى فاسمه ست. المهم ميكي عندها قوه مدفع في عينها جمعتها وجهزت علشان تدمر البوابه. ضربت بالمدفع وفجرت كل حاجه قدامها وكل الناس اللي قدام سالي ماتوا. وبعد ما ميكي بتضرب بمدفعها طاقتها بتخلص ونتيجه لكده بتتحول لبنت صغيره ل5 دقايق. فبيقرر ست ان هو يحتل المملكه لوحده. بيدخل عليها فعلا علشان يقتلهم كلهم. بيحاول شويه من الجنود علشان يوقفوه بس انت عبيط يا ابني مش شايف الغول قد ايه. بيخلص عليهم 6 وبيفرتك دماغهم. سالي في الوقت ده لقت نفسها جسمها سخن وعينيها بتقلب رايحه على مكان الغول. انا قلت ان البنت دي مراهاش غير المصايب اصلا. بيحاول هوسون يمنعها بس دي مش سامعه حاجه. الغول شافها وكان رايح يهجم عليها ولكن فراو اتدخلت علشان تحميها. ادت له بالرجل كده ولكن ما تاثرش. ده عاوز جيش يا بنت علشان يزقه. فراو قالت لهوسون خد سالي واهرب وانا هتصرف. بدات انها تهجم على 6 ولكن من غير فايده. هوسون هو كمان بدا في ابعاد الاهالي عن الغول وبيبص جنبه كده ما لقاش سالي. اكيد احنا عارفين هي راحت فين يعني. في الوقت ده فراو كانت خلاص هتودع. ست كان مجهز لها بوكس علشان يقتلها وكانت فراو مستسلمه للموت. بس سالي قالت لها ما تستسلميش يا فراو وشجعتها وده خلى فراو تجمع قوتها وتضرب الغول باقصى قوتها. ولكن كلت على دماغها في الاخر. اخرت اللي يسمع كلام سالي. والغول بعد ما شاف سالي قال لها انت جيتي تاني طب تعال وجهز علشان يقتلها. سالي لاحظت ان جسمها سخن اكتر عينيها قلبت وشكل الدنيا خربانه معاها. هو ده وقته. بيهجم عليها ست وفجاه بضربه واحده من سالي طيرت دراعه. ايه ده هي طلع لها فايده ولا ايه؟ ومن جانب تاني كانت ميكي الغوله التانيه قاعده عند شجره بره كده مستنيه قوتها ترجع على امل انها تهجم على المملكه تاني. وفجاه بيطلع لها ميكوتو وبقول لها منوره. البت بتتصدم علشان ما حسيتش بحد وراها. بيقطع ميكوتو الشجره وبيقول لها جهزي علشان هقطعك.
البت بتتصدم ووشها بيقلب الوان. ميكوتو بيقولها لو قتلتك كنت ضعيفه دلوقتي مش هحس بمتعه في القتال، فاستنى لحد لما قوتك ترجع وبعدين هقتلك. ذل مفيش كلام. البنت وشها بيقلب كده وبتقول له تمام. نروح بقى لسالي تاني واللي مبتسمه كده بعد ما قطعت ايد الغول، ولكن ست بيضحك وبيقول لها هخلص عليكي برضه. بيروح علشان يضربها ببوكس كده في قوته كلها، ولكن بتصد البوكس بتاعه بايد واحده. ايه ده هي جامده كده ليه؟ وفي نفس الوقت كانت قوه ميكي قربت انها ترجع وقررت انها تقتل ميكوتو. بيقوموا هما الاثنين وبيجهزوا علشان يتواجهوا. بتطلع ميكي عين الغول بتاعتها وبتفعصها علشان تطلع قوه كده اسمها سندو، وبيطلع كذا عين كده وبتبعت واحده منهم تجيب الدعم ليها. وبيكون ست بعد ما عرف ان سالي اجمد منه قال لازم اوريكي مدفعي بقى. جهز مدفعه وشحنه بطاقته كلها علشان يخلص عليها بضربه واحده. فجر المكان كله وهو مفكر ان كده خلص على سالي. غلبان قوي والله. وبيطلع ان مدفعه ما اثرش على سالي ولا كأن اي حاجه حصلت، وبصت له بضحكه كده وبعدين خلصت عليه بسيفها. مش عارف حته السكينه دي عملت الجرح ده كله ازاي يا صديقي، بس ما علينا. المهم بيموت ست وبتنتصر سالي عليه، ولكن بيغمى عليها. بتسمع ميكي الانفجار اللي عمله ست قبل ما يموت، وبتقول هو في ايه؟ ست استخدم مدفعه ولا ايه؟ هو بيواجه حد جوه ولا ايه؟ يا صديقي هي بتقول كده بنفس الطريقه. فبقول لها ميكوتو ركزي معايا، وبيشقها نصين، ولكن بيطلع وهم وهي لسه عايشه. بيتواجهوا بيكون ميكوتو المسيطر. بيخلص ميكوتو على عيون ميكي مره واحده. البت بتتصدم من اللي عمله من قوته، وبتقول له انت جامد كده ازاي؟ فبقول لها زي السكر في الشاي، وبيستهزأ ميكوتو بيها اكتر، وبيقول لها انت دلوقتي ما عادش في ايدك حاجه تعملها غير انك تستخدمي المدفع بتاعك، وما تقلقيش انا مش ههرب. وغرز السيف في رجله. ميكي اتعصبت منه وضربته بالمدفع بتاعها اللي هو عينيها، يعني اصل عينيها قاتله يا صديقي، ولكن مدفعها ما اثرش على ميكوتو ولا كأن حاجه حصلت. شكل قلبه من حجر يا اسطى. وبعدين طاقه ميكوتو خلصت ورجعت عيلها تاني. ميكوتو ادالها رجلين كده وكأنها كوره، وقبل ما بيخلص عليها افتكر ذكرياته وهو صغير، وعلشان كده مرضاش يقتلها، فعصلها عينيها الوحشه وكسر لها قرنها، وبكده فقدت قوه الغول اللي فيها. جاله الكلب بتاعه وطلع بيتكلم والله. قال له انا شامم ريحه سالي جوه وشكلها عندها نفس قوتك يا ميكوتو. قال له انا بصراحه اتصدمت جدا، اتصدمت قوي، ويلا علشان نمشي. وراح علشان يمشوا. سالي بعد يوم بتفوق على السرير وكان جنبها فرو. اول لما بتصحى بتتصدم وبتفكر ست لسه عايش، بس بيقول لها وصل انها خلصت عليه. بتحكي لها فرو على اللي حصل، وسالي ما بتكونش مصدقه اللي هي عملته، وبتقول اكيد في حاجه غلط. بيقول لها وصل انا عاوزك معايا في موضوع انت وفرو. بياخدهم وبيطلعوا كده على الحراس. الحراس بقوا معجبين بيهم علشان لحقوا المملكه بتاعتهم، وما فكروش في ان فرو مش انسانه ولا حاجه. المهم بياخدهم يهوسون على السجن علشان يوري لهم ميكي، واللي لقاها بره المملكه مغمى عليها وشاكين انها غوله وهتخلص عليهم، وعلشان كده بعتوا سالي وفرو علشان هم اللي يقدروا يقفوا في وشها. لا راجل يال. المهم بتوافق سالي على كلامه وبتدخل عليها. بتقوم ميكي وبتاخد جنب كده وما بتردش عليهم. بتقول لهم انا غوله ولما قوتي ترجع هقتلكم كلكم. بتجمع قوتها كلها وبتضرب فرو بالبوكس على اخرها، بس يا ريتها ما ضربت. سالي بعد ما شافتها عجبتها البنت وقالت لها احكي لي حكايتك. ميكي قالت لها انها كانت هتبقى كويسه لولا الواد اللي ضربها وقطع لها قرنها وسابها ومشى. بتتصدم سالي علشان بتعرف انها بتتكلم عن ميكوتو، وبتكون فرحانه وبتقول لي ميكي ما تعرفيش الحراس انك غوله والا هيعدموكي. ميكي بتبص بصه انكسار كده وبتقول لها مش فارقه، كده كده انا الزمن جرى عليا خلاص. بتصعب على سالي بعد الكلمتين دول وبتقول لها ما تقلقيش خلاص انا هتصرف. بتأمر سالي فرو تكسر الزنزانه وبتاخد ميكي وبتهرب. الحراس بتجري على هوسون علشان تعرفوا بان الغوله هربت. هوسون بيقول انا استقليت بيها، هو سالي وفرو كويسين؟ الحراس بيقولوا له ده هم اللي مهربينها يا عم صباح الفل، انك كيدهن عظيمه يا صديقي. المهم بيطلع هوسون هو والحراس وبيجروا وراهم وبيروح عليهم وهم بيجروا علشان يوقفهم، ولكن بتوقعوا فرو من على الفرس. يا اخي شكلك عر. بيند عليهم ولكن مفيش حد معبره. واحد من الحراس جاب له حصان علشان يلحقهم على بوابه المملكه، ولكن في ثانيه واحده المكان بيتنسف من على وش الارض. ايه ده هم اتسخطوا ولا ايه؟ لا عاوزين تعرفوا. وبيبدا الجزء الثاني مع ذهول هوسون والبنات اللي وراه. الكل واقف مستغرب ومش عارفين ايه اللي حصل. لسه ما كملوش الكلام وبيلاقوا غول مقنع جنبهم، وبيكون هو ده الدعم اللي طلبته ميكي. الغول ده اسمه سومينكي واسمه غول القناع. بيقول لميكي انا مش عارف قتل مملكه من البشر صعبه كده عليه عليكم، بس لسه فاضل 3 من البشر ما ماتوش. لا اقصد 4. يقصد ميكي بالكلام يعني. ميكي بتقول له انت هبل انا غوله زيك. سومينكي بيقول لها فين قرنك؟ فين عينيكي؟ انت دلوقتي زيك زي البشر وهتموتي. ميكي بتقع على الارض منهاره وبتقول له خلاص اعمل اللي تعمله واقتلني. لسه رايح يقتلها وبتلاقي سالي داخله عليهم وبتقول له تقتل مين يا بتاع انت؟ اللي هيقرب للبنت دي وانا واقفه هعوره. هو بصت له وهي بتضحك كده. فرو راحت وقفت جنبها. سالي قالت لها هنعمل ايه دلوقتي يا فرو؟ انا مفاصلي ثابت وركبي بتخبط. فرو بتقول لها ما تقلقيش يا سالي، انت قويه، انت اللي هزمت الغول التاني. بيسمعهم سومينكي وهما بيقولوا كده وبيهجم عليهم علشان يقتلها. قبل ما بيلمسها بيكلموا واحد ويقول له استنى ما تقتلهاش، فبيستنى. هتقولي الكلام وصلوا ازاي يا صديقي؟ هقول لك مش شايف القرون دي؟ اكيد يعني بيستقبلوا منها المعلومات واضحه. بيوافق سومينكي على كلامه وبيمشي ويسيبهم في حالهم. سالي وفرو بيقعدوا يبصوا على المملكه المتدمره بعد ما بيمشي وبيسترجعوا ذكرياتها على اساس انهم طلعوا من السجن يعني يا صديقي. ما علينا. المهم سالي بتقول ايه ده في واحد معانا حالته النفسيه متدمره. تقصد هوسون يعني. انا عارف انك يا صديقي نسيت هوسون والمملكه والدنيا كلها.
لا انا عاوزك تركز معايا كده وتروق. بتروح سالي على هوسن وبتديله قلمين وبتقول له فوق وامسك نفسك، انت قوي يا هوسن واحنا ما عندناش ولا اكل ولا اسلحه ولا ميه وعاوزين ناكل. البنت دي قاسيه قوي يا جدعان. بيفوق هوسن وبيقرروا يروحوا على مملكه مجاوره ليهم، واللي بتقول لهم عليها ميكي يعني، اصل كانت دارسه المنطقه قبل ما تحاول تهجم عليها يا صديقي. بيروحوا على القريه وبيدخلوا على فندق علشان ياجروا لهم اوضه. صاحب الفندق بيقول لهم لا مفيش انصاف حيوانات تقعد في الفندق بتاعي لحظه، وما بيكونش راضي يدخلهم، ولكن هوسن بيقول لهم ما تقلقوش انا هتصرف، وهو فعلا بيتصرف والراجل بيوافق. هتقول لي تتصرف ازاي يا صديقي؟ هقول لك، راعى الراجل ولا انا قائد فرسان واضمن لك ان دي مش خطيره، فالراجل وافق بسهوله واضحه. المهم طلعوا على الاوضه وهوسن طلع محفظته وادالها لسالي وقال لها روح اشتري لنا حاجه ناكلها بيها، بس اوعى تصرفيها كلها، ما عادش عندي شغل وده كل اللي معايا في الدنيا من ساعه ما شفتك والنحس ماسكني، فلوس اتصرفت والمملكه اتهدت، انت نحسي كده ليه يا سالي؟ فبتقول له ما تقلقش هرجع لك بالمحفظه فاضيه. وبتطلع سالي علشان تمشي، وبعد ما بتمشي سالي بيقعد هوسن على الارض حزين، بيقول انا جندي ومستعد ان انا اموت، ولكن الناس اللي انا حاولت احميها طول فتره حياتي ماتت، كل حاجه في ثانيه اختفت. وبيقول انا ما عدتش قادر اتظاهر بالشجاعه اكتر. فراو راحت عليه وطبطبت على دماغه وقالت له ما تقلقش انت قدها واحنا في ظهرك. هوسن قال لها عندك حق، وطلع علشان يغير جو بره. ميكي كانت مستغربه ازاي فراو بتتعامل بالطيبه دي مع البشر، وسالتها انت كده ازاي؟ انت ما فيش منك اتنين في سوق اشباه البشر، انت حلوه قوي. فبتقول لها فراو انها كانت مضطهده من جميع البشر، الناس كلها كانت بتعملها اسوأ معامله لحد لما قابلت سالي وحياتها اتغيرت للاحسن، وعلشان كده هي اتغيرت. ميكي اقتنعت فعلا وشكلها بدات تعجب بسالي، وقالت لفراو تسميها اسم ليها علشان يندهولها بيه، وفعلا سمتها كاروتو يعني جزره يعني، ما هي ارنبه بقى. ووافقت ميكي على الاسم وعجبها. انت كنت متخيل يا صديقي انها تسميها بنانا ولا ايه؟ في الوقت ده سالي بتكون ماشيه في الشارع بتفكر في اللي حصل معاها في رحلتها، وبتقول انا من ساعه ما خرجت فعلا والدنيا خربانه، مش عارفه ده سوء حظ ولا غباء من الاخرين. وبتقعد في جنب كده تفكر في هدف لرحلتها، ولكن وهي قاعده يا صديقي بتسمع صوت مألوف جاي عليها، بتبص عليه وبتلاقيه ميكوتو. ايوه هي دي بقى لحظات اللقاء ما بينهم. بيقول لها ميكوتو شعرك بقى حلو بعد ما قصتيه على فكره. سالي بتقول له شكرا ده من ذوقك، ووشها بيحمر. بتسال ميكوتو وتقول له هو ليه في فرق ما بين كل الاجناس؟ البشر بتكره انصاف البشر وبتحاربهم دايما، والغيلان بتكره البشر وبتقتلهم، هو الدنيا ليه كده؟ فبيقول لها ميكوتو تخيل ان في نص بشري قتل ام طفل قدامه، الطفل هيكبر ومشاعر الحقد والكراهيه لانصاف البشر هتكبر معاه. لو الطفل ده قتل نص البشري اللي قتل امه محدش هيلومه طبعا، ولكن تخيل الحقد هيقف على كده؟ لا والله ده يفضل يقتلهم كلهم لحد اخر واحد فيهم. وبقول لها دي مجرد نظريه يعني. بتقوم سالي وتفكر في كلامه شويه وبتقول انا خلاص قررت هدف رحلتي، خلاص انا هحاول اوحد جميع الاجناس وما اخليش في صراع ما بين اي حد. بيقول لها ميكوتو الموضوع ممكن يبقى مليان اشواك. بتقول له سالي انا اقدر استحمل شويه الم، وعرضت على ميكوتو انه يسافر معها، ولكن ميكوتو رفض وقال لها انا بحب سهوله الترحال لوحدي. فقالت له تمام وراح علشان يمشي، وهو ماشي الكلب بتاعه بيقول له هي بتبص لك لسه، ما تبص لها يا عم. فبيقول له ميكوتو لو انا بصيت عليها هيكون كاني بقول لها انا عاوز اجي معاكي، فانا مش هبص علشان ما علقهاش. من جانب تاني كان في واحد اسمه سوميراغي، هو اللي كان وقف سومينكي من الهجوم على سالي. بيقول له سومينكي انت وقفتني ليه؟ انا كنت اقدر اخلص عليها. بيقول له سوميراغي انا لحقتك قبل ما تقتلك، انت ما تعرفش قوتها قد ايه. بيقول له سومينكي طب مين اللي قالك توقفني؟ بيقول له الاول، وشكل الموضوع في ان. وبيرجع بين المشهد لهوسن اللي بيشوفه عيل صغير كده، بيروح يقول له انت لسه عايش وبياخده في الحضن. وبترجع سالي على الفندق وبتكون جايبه لهم الطلبات، بيرحبوا بيها وبتلاقي الطفل ده قاعد مع هوسن بيحكي لهم قصته انه كان في المكتبه بيحرسها عادي، لحد لما واحده طلعت من المكتبه وبصت لي بصه كده رعبتني بصراحه، وبعدها لقيت نفسي في الغابه فترعبت اكتر، وجيت بعدها على المدينه هنا. بيعرف هوسن من كلامه ان اللي لحقته ديت هي ساحره الغابه، ولما بتسمع سالي كلمه ساحره بتقول له احنا هنروح عليها علشان تشكرها حق ما انقذت الجندي بتاعك يا هوسن، ولا انت ناكر الجميل ولا ايه؟ وطبعا هي يا صديقي مش فارق معاها الجندي ولا فارق معاها اي حاجه، بس هي عايزه تشوف الساحره مش اكتر. وبيناموا علشان يروحوا عليها، ولكن كاروتو بتروح بالليل وتقابل سوميراغي وبيعرض عليها انه يرجع لها قوه الغول بتاعتها مقابل انها توصل له معلومات اكتر عن سالي. فبتبقى محتارها كده، ولكن من خوفها منه بتوافق. وتاني يوم بيوصلوا على بيت الساحره، واللي بيطلع شجره عملاقه. بيدخلوا على البيت وبيطلع حانه عصير عنب. بتقابلهم ويني وبتقول لهم شرفتونا، بتبص عليهم كلهم كده وتقول بشري ونص بشري وغوله، ده كوكتيل ده ولا ايه؟ بتقول لها سالي مش مهم، المهم انك تعلمين السحر بسرعه. بتجيب لهم ويني حاجه يشربوها علشان هي قلبها طيب وكده. انت صدقت يا صديقي؟ دي هتدفعهم اللي وراهم واللي قدامهم دلوقتي. المهم بيسالها هوسن عن سبب انقاذها للولد ده، فبتقول له انها كانت في المكتبه بالصدفه
بالصدفه حست بطاقه كبيره داخله على المدينه، طلعت من المكتبه ولقت الواد ده قدامها فلحقته. فبقول لها هوسون انت انقذت جندي من مملكتي فشكرا ليكي يا ويني. بتتحرج ويني وبتقول له على الرحب يا قلب ويني. بتسالها سالي عن السحر والتعويذ بتاعته، فبتقول لها ويني في تعويذ كتيره منها هجوميه ودفاعيه ومهلبيه وملوخيه. فبتقول لها سالي طب علميني اي حاجه. بيسالها هوسون عن السبب، فبتقول له سالي انا من لما طلعت في رحلتي وانا ما بعرفش اتبارز بالسيف زيك وما عنديش قوه بدنيه زي فراو، انا عاوزه اي حاجه ادافع بيها عن نفسي واصدقائي. ده على اساس ان اللي قتل ستي كان امها يعني. بتقول لها فراو انت قويه وقتلت ستي يا سالي. تقول لها بس انا مش فاكره اني قتلته. ويني بتقول لها تمام هعلمك السحر وما تعيطيش، بس عندي 3 شروط. الاول هو ما تتكلميش عن اللي هيحصل هنا في اي مكان تاني. التاني تسمعي كلامي من غير نقاش. التالت تدفعيني 1,000,000 جنيه كاش. بتتصدم سالي وبتقول 1,000,000 ايه؟ هو انا لا ياكل؟ فبتقول لها ويني نظرا لحالتكم هقبل بكل اللي معاكم. بتبص سالي على هوسون كده فبقول لها مش هديلك حاجه. تقول له سالي هوسون انا ولا الفلوس؟ يقول لها هوسون الفلوس طبعا. بتزعل سالي وبتطلب منه يعلمها المبارزه، مش عارف هو ايه اللي حصل بس حاجه على قد فلوسهم يعني. بيطلعوا بره وبيديلها خشبه على اساس تهجم عليه بيها. بتهجم سالي عليه بكل قوتها ولكن بيصدها هوسون بسهوله. وكانت ميكي افتكرت كلام سوموراغي وهي واقفه لما قال لها بص عليهم بعين السند بتاعتك، ولما بصت عليهم لقت سالي عندها طاقه سحريه كبيره جدا وكانت مصدومه منها. بيخلص اليوم وبيقرروا انهم هيمشوا، بس بتقول لهم ويني ان الوقت اتاخر وممكن يباتوا عندها في الحانه بتاعتها. بيفرحوا فعلا وبيدخلوا كلهم على الحانه الا هوسون بتنده عليه ويني علشان توري له حاجه. بعدها بتقعد ويني تشرب لها كاسين قبل ما تنام. بتدخل عليها فرو وشكلهم عارفين بعض من زمان. بتقول لها ويني ما شفتكيش من 3 سنين يا صديقتي، غيرت هيئتك وتخليتي عن قوتك وعايشه على اساس انك شبيهه بشر. فبتقول لها فرو ايوه انا عارف يا صديقي اللي انت مش فاهم حاجه من المحادثه دي، بس انا بصراحه مش فاهم اكتر منك. المهم خلينا نكمل. بتطلب منها فراو تعلم سالي السحر، فبتقول لها ويني طلبات صاحبتي اوامر بس هتدفع 1,000,000 برضه، بس خدي راحتك لما تجمعيه مش مستعجله يعني. بتوافق فراو وهي مبسوطه. ايه ده هو ال1,000,000 بتاعهم غير ال1,000,000 بتاعنا ولا ايه يا صديقي؟ انا اكتر مره حوشت فيها فلوس كانت 100 جنيه واتسرقت قبل ما اصرفها. ما علينا. المهم بيخلصوا المحادثه وبتعمل ويني لفراو عصير جزر بيروق لها عظم الارانب بتاعها. تاني يوم بتبدا ويني تعلم سالي اساسيات السحر وبتكون سالي في قمه السعاده. بتخليها سالي تجري مع فراو لحد لما نفسها بيتقطع. بعدها بتخليها تتدرب بالسيف مع هوسون. سالي بتقول لها امال فين السحر في الموضوع؟ بتبص لها ويني وبتقول لها قاعده رقم 2 تسمعي الكلام من غير نقاش. بتقوم سالي وبتخلع قميصها وبتبدا تتنافس مع هوسون. بيقول لها ما تقلقيش انا مش همد ايدي عليكي، ولكن وهي بتهجم عليه بيفتكر اللي ورتها له ويني امبارح واللي كان مشهد لسالي وهي بتقتل الغول. وبتقول اي حد عنده الطاقه دي بيبقى اسمه وحش. وبيقول لها هوسون دي بنت طيبه. فبتقول له ويني انا عاوز اشوفك هتتعامل معاها ازاي. نرجع بقى للقتال ما بينهم. وبتكون سالي مغمى عليها وبيكون هوسون وقعها على الارض واغمى عليها. وبيقول لها ان ده من اساسيات المبارزه انه يوقعها برجله يعني. بتشوفهم ويني وبتقول انت خلفت ولد طيب يا موريا، احميها يا هوسون زي ما جدك حماني. انت متخيل ان دي جده يا صديقي؟ انا مش عارف هما بيكبروا ازاي هناك بس ما علينا. المهم بيجي عليهم 2 كده، واحد من جنس السحالي والتاني من جنس الالف، جايين على ويني علشان عاوزين يخلصوا من الغول المختوم في الغابه. بتاخدهم ويني على جوه وبيتناقشوا في الموضوع. بتقول لهم انتوا عاوزين تخلصوا عليه ليه؟ فبيعرفوها بالسبب وان في غول قتل مملكه مجاوره من يومين وهم كقاده عندهم بلد ولازم عليهم يحموها. بتوافق ويني انها تروح معاهم وتفك الختم بس بشرط سالي واصحابها يروحوا معاهم. بيوصلوا فعلا وبتبدا ويني انها تفك الختم اللي على الغول. بتروح سالي تكلمها ولكن الراجل السحليه ده بيمنعها وبيقول لها هي شغاله دلوقتي مش ولا منك ولا كفايه شارك يعني. وبتقعد سالي تهزر مع الراجل السحليه. فراو وميكي بيشوفوها وبيعرفوا انها ما بتفرقش فعلا ما بين الاجناس. في الوقت ده هوسون بيروح على قائد الالف وبيساله عن جنوده، اصلا مش شايفهم في ساحه المعركه يعني. فبيقول له ان الالف مهمتهم رمي السهام علشان كده هم مستخبيين في الشجر. فبيقول له هوسون يعني انت عاوز تضحي بشعب السحالي والجيش بتاعك مستخبي في الشجر. بتسمعه مثالي وبتدافع عن قائد الالف ولكن قائد الالف ما بينكرش اللي قاله هوسون وبيقول له بالظبط الكلام بتاعك. بتتصدم سالي وبتقول له انت وحش كده ازاي؟ انت لازم تبقى راجل بلاش شغل العيال ده. لسه ما كملوش الكلام وبنلاقي غوله في هدوم كهنه داخله عليهم اسمها هاتسكي. بيتصدموا كلهم علشان مش هي الغول المختوم. بتاخد بالها هاتسكي من ميكي وبتقول لها بتعملي ايه مع البشر؟ بتفكرها خانت الغيلان واتحدت معاهم وبتقول لها خلص عليكي. بتسمعها سالي وبتقول لها انا اللي جرجرتها معايا، لو عاوزه تلومي حد لومين انا. بتتعصب هاتسكي وبتخلع الطاقيه. مش عارف ليه يا صديقي كلهم لابسين طواقي طالما هيخلعوها. المهم بتهجم عليهم بشعرها بس بتوقفها فراو. بيروح بينا المشهد لسوموراغي وسومينكي واللي بيكونوا اساس المشاكل دي كلها. وبيكون سوموراغي هو اللي باعت هاتسكي علشان تقيس قوه سالي هي والغول المختوم. المهم سومينكي بيشوف ميكوتو معدي كده فبيقول كويس انا جعان دلوقتي اما اروح اتغدى. سوموراغي بيقول المسكين كان لازم يعدي دلوقتي. ولسه ما كملش الكلام وبيلاقي ميكوتو طير دماغه وبيقول لسوموراغي هو قرب مني مره واحده فمعرفتش غير اني اخلص عليه بضربه واحده.
هو كان لازم ابين ان عانيت وانا بقتله ولا ايه؟ سوميراغي بيتصدم منه وبيقول له انت مين وانت جامد كده ازاي؟ فبيرد عليه ميكوتو بيقول له انا اللي هخلص على كل الغيلان. نرجع بقى لسالي هي والشله بتاعتها. كان الغول المختوم انضم للمعركه واللي هو عباره عن شجره عملاقه، مش عارف انا شفته فين قبل كده بس ما علينا. المهم بيعمل هوسن خطه جديده علشان يقتلوا الغول العملاق. بيسال ويني هي عندها قوه تقدر تهزمه ولا لا، فبتقول له عندي بس هحتاج تحضيرات ووقت علشان اقدر اعملها. بيقول لها هوسن تمام. بيجمع هوسن الكل وبيقول لهم السحالي والالف هيحاصروا الغول العملاق لحد لما وين تجهز تعويذتها، وسالي هنحطها طعم الهاتسكي لحد لما اهجم عليها انا وفرو من ظهرها. مش عارف هما بيجوا على سالي كده ليه على طول. المهم بينده قائد الالف على جنوده علشان يقاتلوا مع السحالي ده بعد ما عرف ان الخطر كبير عليهم يعني. بيقف الكل في مواجهه الغيلان مع بعض وبتفرح سالي بعد ما بتشوف الكل بقى متحد مع بعضه، ولكن بتسمع ميكي بتتكلم وراها وهي بتقول دلوقتي كله مع بعضه علشان يقتلوا الغول. شكل الموضوع مفرح جدا بالنسبه للبشر. بتتعصب سالي من الكلام بعد ما بتسمعه. بتندع على الكل باعلى صوتها وبتقول يا سحالي يا بشر يا الف يا غيلان تعالوا نعمل تحالف ما بيننا. بيسمعها الكل وبيقولوا دي عبيطه دي ولا ايه؟ بيكتفها غول الشجره وبيقول لها تحالف ايه؟ انت اكيد بشريه جهله، انت ما تعرفيش ان الغيلان بتصنع من الكراهيه للبشر. فكره التحالف ما بيننا بتوجع لي بطني، ده على اساس ان عندك بطن يعني. بيعصر غول الشجره في سالي اكتر وبيقول لها تقدري تقولي تحالف وانا ماسكك دلوقتي. بتحاول فراو تلحقها ولكن غولة الشعر بتمنعها. بتتعصب سالي وعينها بتقلب. بتكسر جذع الشجره وبتقول له انا هعلمك الادب. بتروح عليها ويني وبتقول لها انت كويسه يا سالي؟ بتقول لها سالي ما تقلقيش بدات اتحكم في القوه دي. في الجانب الثاني ميكوتو بعد ما خلص على سومينكي حاول يقتل سوميراغي ولكن سوميراغي مسك السيف بتاعه وقال له خلينا نتفاهم بشكل ودي. ميكوتو متحمس وشكل الدنيا هتبوظ. بنرجع تاني بقى لسالي وهي بتبص على غولة الشعر وشكلها عاوزه تقتلها وبيقول لها غول الشجره ان قوتها معموله من عكس قوه الغيلان وعلشان كده وجودها في حد ذاته غلط. بتتصدم سالي من الكلام اللي بتعرفه عن نفسها زي وزيك يا صديقي بالظبط فما تستغربش. بيقول لها غول الشجره انك لو عاوزه تعملي تحالف ما بيننا يبقى لازم تقتلي نفسك هنا ودلوقتي يا ابن الغداره. بتروح ويني عليها وبتقول لها ما تصدقهوش هو بيقول كده علشان خايف منك مش اكتر. بتسالها سالي هو انا بجد عندي القوه اللي انا اخلص على الغيلان كلها؟ بتقول لها ويني بصوت هادي ايوه. بتقول لها سالي قشطه. بتزعق تاني باعلى صوتها. بتنده على غول الشجره وهاتسكي بتقول لهم انا من شويه عرضت عليكم التحالف بس انتوا ما ردتوش، بس انا دلوقتي بلغي الطلب ده ودلوقتي انا بامركم بالتحالف والا هخلص عليكم دلوقتي. هي لقت الكلام ما بيجيبش معاهم قالت يبقى هوريلكم العين الحمراء. بتتعصب عليها هاتسكي وبتكتفها بشعرها. بتقول لها انا سايباكي تتكلمي براحتك من ساعتها. بتضحك سالي وبتقطع لها شعرها. بتهجم عليها وبتدي لها بوكس بتوقعها على الارض وكان على وشها ابتسامه خبيثه كده. بيقول لها غول الشجره كنت بتضحكي دلوقتي؟ انت اكيد مستمتعه في القتال، انا كمان كنت بستمتع في قتل البشر اللي زيك يا سالي. بتقول له ما تقارنيش بيك انا مش زيك، انا انسانه وعندي مشاعر. بيقول لها غول الشجره جه دوري علشان استمتع انا بقى، بس قبل ما ابدا القتال خلصها على البنت اللي ما فيش منها فايده جنبك دي. تقول له سالي هي مش غوله زيك؟ يقول لها غول الشجره ممكن هي تكون من نفس نوعي بس لو هتحرج نفسها اكتر يبقى موتها احسن من حياتها وجايز علشان يخلص عليها. بتتعصب سالي من كلامه وبتحمي غولة الشعر من هجماته وبتقول له انا هخلص عليك دلوقتي. بتهجم عليه بكل قوتها. بتديله ضربه واحده كده بتمحيه من على وش الارض وبكده بتنتصر سالي على الغيلان تاني مره. هو انا يا صديقي مش عارف الباقي كله كان بيعمل ايه وهم بيتفرجوا عليها بس ما علينا، هي عملت اللي عليها. بتخلص طاقة سالي والإنهاك بيبان عليها. بتقول لها وين انت حميتي الغابة وحميتينا، وبيشكرها كل الموجودين على اللي عملته وبتفرح سالي جدا. وبعدين بيغمى عليها ولكن هوسن بيلاحظ ان غولة الشعر كانت هربت. بالليل بقى بيحتفل كل الأجناس مع بعض وسالي كانت نايمة. في الوقت ده ميكي بتبعت عين من عينيها علشان تعرف سوميراغي باللي حصل. بتلاقي سومينكي مقطوع راسه وبتقول له مين اللي عمل فيه كده، فبيقول لها سوميراغي ميكوتو. بتستغرب ميكي علشان سوميراغي لسه عايش، فبيقول لها انه نجح يعمل معاه تفاوض واللي هو سلام ما بين البشر والغيلان يعني. بنروح لميكوتو للكلب بتاعه بيقول له انت اول مره تثق في غول، انت متاكد من اللي عملته؟ بيقول له ميكوتو انا ما وثقتش فيه، انا بس عندي ثقه في سالي مش اكتر. بتصحى سالي من النوم وبعدها بتروح على الحانه. بتلاقي كل الاجناس قاعدين مع بعض وبيتناقشوا عادي. بتبص لهم بفرحه كده وكانت في منتهى السعاده. بتروح لها ويني وبتقول لها احفري المشهد ده في ذاكرتك علشان يعطيكي طاقه ايجابيه لقدام. فبتقول لها سالي قشطه. بتخلص الحفله وبيروح قائد السحالي والالف على الغابه. بتقعد سالي كده وبتقول لهم بصوت حزين انا لازم امشي من هنا وما افضلش في مكان واحد اكتر من كده، شكلي في حد عارف بقوتي وعمال بيختبرها، كل لما اروح في حته بلاقي المصايب ورايا، انا همشي من هنا لوحدي علشان ما اذيش حد معايا اكتر. بيبص لها اوسون كده وبيقول لها لوحدك؟ يعني ايه؟ احنا كده كده لازقين معاكي مش صح ولا ايه يا فرو؟ فرو بتقول له طبعا. سالي بتقول لهم بس انتوا ممكن تتاذوا. بيقولوا لها مش مشكله لو كان علشان صديقتنا. بتفرح سالي جدا والدموع بتكون في عينيها. بيجهزوا كلهم تاني يوم علشان يمشوا وبيودعوا ويني
وبتقول لهم وين الحلقه هتكون مفتوحه في اي وقت لو حابين تيجوا تاني، وبعدين بيمشوا. وبس لحد هنا انتهى الجزء اللي فات بعد ما سالي وشلتها طلعوا من الغابه ودعوا ويني وكانوا رايحين على بلده تانية علشان يكملوا رحلتهم. بس وهم بيعدوا البوابه الحراس قالوا لهم خلوا بالكم علشان في مصاص دماء في البلده بيهجم على البنات الجميله. سالي كانت قلقانه وطلبت منهم التخييم في اي حته تانية، بس هوسون قال لها البنات الجميله يا سالي اكيد يعني ما يقصدكيش انتي، فهوسون كان على دماغه. المهم دخلوا المدينه وكان الحقد باين في وجوه البشر ناحيه فرو وكده، والواضح ان في اضطهاد كبير لانصاف البشر هنا. ميكي اتعصبت وقالت لسالي استخدمي قوتك وعاجب البشر اللي بيستهزئوا بفرو، ولكن سالي قالت لها مش هينفع استخدم قوتي ضد البشر. ميكي اتعصبت وكانت في منتهى الحزن. المهم وصلوا على الفندق علشان ياخدوا لهم اوضه كده، ولكن فرو سابتها وراحت تشتري حاجه تغطي بيها ودانها علشان تعرف تقعد معاهم، وميكي راحت معاها. المهم وهم في الطريق كاروتو شافت شويه جزر كده وعجبها، راحت علشان تشتري منه، ولكن البشر عاملها اسوأ معامله، وبعد ما اشترت منه رمالها الفلوس على الارض وخلاها تلمها. ميكي بعد ما شافت المشهد اتعصبت على اخرها وكانت متضايقه جدا من البشر. في الوقت ده سالي وهوسون كانوا وصلوا على الفندق، طلعوا على الغرفه وجهزوا حاجتهم. هوسون بيقول له سالي انا خايف على ميكي لا تعمل حاجه مش تمام، هي ماشيه مع فراو وهي قريبه منها، خايف من رد فعلها بعد ما تشوف اضطهاد البشر لفراو. سالي بعد ما سمعت الكلام قالت له خلاص انا هروح اجيبهم يا عم. في الوقت ده ميكي كانت قاعده بتقول لفراو انت ما بتقتليش البشر ليه بعد ما بيعملوكي كده؟ قالت لها فراو انا من زمان قتلت وحاربت، ولكن دلوقتي الناس اللي زي سالي بس هم اللي بحس معاهم بالراحه. ميكي قامت وقالت لها سالي بصوت حزين كده انا كنت مفكراها مختلفه عن باقي البشر، ولكن نزلت عن توقعاتي، عندها قوة كبيرة ولكن ما بتستخدمهاش في مساعدة أصدقائها ضد البشر. وبعدين سابتها ومشت وكانت في منتهى اليأس. ولكن وهي في الطريق سمعت شوية من الناس بيتكلموا عن مصاص دماء، عرفت ان هو غول من بني جنسها. طلعت على مكان عالي وبصت بعينيها. هتقول لي يا صديقي مش هي المفروض ما عندهاش طاقة الغل؟ ازاي بتستخدم عينيها كل شوية؟ بص يا صديقي هي عندها جزء ضعيف جدا من طاقتها كغولة، فعلشان كده بتستخدم بيه اللي تقدر عليه يعني. المهم بتشوف مكان مصاص الدماء وبتروح عليه، بتوصل هناك وبيسلموا على بعض عادي. بتحكي له ميكي عن سالي وانها هزمت ست وغول الشجرة بضربة واحدة. بيتحمس الغول واللي اسمه كيوكيتسي بالمناسبة وبيقول لها خلاص اخلص لك عليها. بتقول له ميكي لا انا مش عاوزاك تقتلها، انا عاوزاك تخلص على كل اهل المدينة هنا بس. بيقول لها كوكيتسي يعني المفروض اخلص على كل اهل المدينة واسيب صحابك ولا ايه؟ ميكي في الوقت ده كانت مرعوبة عاوزة تقول له ايوه ولكن الخوف منعها. في الوقت ده بتدخل فراو عليهم وبتقول لها ما تضغطيش على نفسك يا ميكي، وكان واضح ان فراو دورت على ميكي كتير لحد لما رجليها اتبهدلت. المهم كيوكيتسي بيقول لفراو انت نص البشريه بقى اللي الكل بيتكلم عليها، انا هسيبكم دلوقتي علشان اخلص على سالي. فراو وقفته وقالت له انت رايح فين؟ الغول اتعصب وشكلها هتولع. في الوقت ده سالي بتكون عينيها اتحولت ومتجهه الى مكان الغول. بتحاول فراو تحارب كيوكيتسي ولكن كان واضح التفوق من ناحيته. بيمسك فراو وبيشيلها وبيقول لها جه وقت موتك، بيعضها وبيفجرها بانيابه، واللي اتضح ان فيها مدفع الغول بتاعه. فراو نص جسمها اللي فوق بيتنسف. بتوصل سالي على مكان الغول وبتشوف المشهد قدامها، بتتعصب وبتهجم عليه باقصى قوتها، بتضربه بالبوكس والغول بيطلع دم من بقه. بيحاول الغول يهجم عليها بدمه ولكن بدون اي فايده. سالي بتقول له قوه الغيلان ما بتاثرش عليا، وانا ما عنديش معاكم ضغينه بس انت استثناء وهقتلك دلوقتي. بيعور كوكيتسي ايده وبيتحكم في الدم اللي خارج منها. بيكتف سالي وبيقول لها لو قوتي مش هتاثر عليكي يبقى هتاثر على هدومك، وبعدين بيثبتها. سالي اتثبتت ومش عارفه تتحرك. بيروح عليها علشان يخلص عليها هي كمان. في الوقت ده ميكي بتحاول تحدفه بجزء صغير من قوتها ولكن ما بيتأثرش. بيقول لها انت حاولت تحمي البشرية دي من شوية. بتزعق ميكي وبتقول له انا مش هسيبك تقتل صديقتي. بيتأثر كوكيتسي وبيقول لها خلاص هقتلكم انتم الاتنين مع بعض. بيجمع كرة كبيرة جدا من الدم علشان يقتلها. سالي بتقول لها ربي بس ولا حياة لمن تنادي. فراو في الوقت ده كانت راحت في حتة تانية، ظهرت لها واحدة غريبة كده تحسها ملاك وطلبت منها فراو ترجع لها جسمها تاني. بتقول لها البنت انها كده ماتت مرتين في سنة واحدة. بتقول لها فراو انا عارفة بس لازم اساعد اصدقائي، وطلبت منها قوة علشان تقدر تهزم الغول بيها، وبالفعل رجعتها هناك. طب ايه اللي حصل ده مع فراو وايه اللخبطة دي؟ شكل الموضوع فيه حاجة غريبة وهنعرفها بعدين. المهم قبل ما يقتل كوكيتسي ميكي بيسمع صوت فراو وراه، بيرجع جسمها لطبيعته، بيظهر لها جناحين سود وعينيها بتقلب وبات وكأنها وحش. بيحدفها الغول بالدم ولكن في ثانية واحدة بتبعده. بيستغرب الغول كده وبيبص عليها ولكن بيلاقيها اختفت، وفي اقل من ثانية كانت خرمت قلبه وبيقع الغول على الارض.
وفرو هي كمان بتقع بعد نفاذ قوتها. سالي وميكي كانوا مستغربين جدا ومش فاهمين اللي حصل. الغول وقع وكان خلاص بيودع. بيقول قبل ما يموت اخيرا هرتاح واجيلك يا روز. واتضح ان الغول ده كان عايش وسط البشر عادي بسبب ان قرونه كانت في انيابه ومحدش ياخد باله منها. حب واحده من البشر وهي كمان حبته، وكان الاتنين في قمه السعاده. طلب منها الجواز واتجوزها فعلا، ولكن وبدون قصد غرائزه كغول قدرت انها تتحكم فيه وقتلها بعد الجواز على طول. ودي كانت اصعب لحظات حياه كوكيتسي. بيقول لهم قبل ما يموت خبوا فرو من الناس دلوقتي علشان ما يحصلش مشاكل. بيتمنى لميكي حياه سعيده مع اصحابها وبيقول لهم سلام، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بتفوق فرو وبتلاقي الملاك جنبها جايه تاخد منها القوه اللي عطتها لها علشان ما ينفعش تفضل على الارض اكتر من كده. بتشكرها فرو على اللي عملته وهي فرحانه. الملاك بتاخد القوه اللي عطتها لها وبعدين بتمشي. انا عارف انك يا صديقي كنت مستني تفسير اللي حصل، بس هنعمل ايه، المخرج عاوز كده. المهم بعد ما اخدت الطاقه سابت فرو ومشت. في الوقت ده سالي وميكي كانوا ماشيين في السوق رايحين يشتروا جزر وكده علشان يروقوا على فرو وترجع لطبيعتها تاني. ولكن بياع الجزر بيطلع ما ترباش وبيقعد يشتم في فرو قدام سالي وميكي علشان هي نص بشريه وكده. فبتتعصب سالي وبتديله بوكس بيكسر بيه وشه، وبعدين بيسيبوه ويمشوا. وبعد ما ميكي شافت سالي وهي بتضرب الراجل فرحت وقلبها حن ليها تاني، وعرفت ان سالي بتحب اصحابها وما بتفرقش ما بين اي حد هيحاول يجي عليهم. بيرجعوا على البيت وبيلاقوا فرو رجعت لطبيعتها تاني. بيفرحوا منها وبيسالوها عن اللي حصل، ولكن فرو ما بترضاش تحكي لهم. انا مش عارف يا صديقي احنا هنعرف امتى، بس شكل المخرج ذات نفسه ما يعرفش. المهم بيقرروا انهم هيخرجوا بره المدينه علشان سالي ضربت واحد والجنود هتحاصر الفندق. من جانب تاني ميكوتو كان ماشي في الغابه بالليل، حس بحد وراه وراح علشان يقتله، ولكن بيلاقيها هاتسكي وشكلها خايفه من خيالها بعد ما سالي ضربتها. بياخدها وبيعمل لها اكل علشان تاكل. بتقعد وباين عليها فقدت الذاكره بعد اللي حصل مع سالي. بياكلها وبعدين بتنام، ولكن وهي نايمه ميكوتو بيروح عليها وبيشيل الطية من على دماغها فبيعرف انها غوله. بيجهز سيفه علشان يقتلها، ولكن كلبه بيمنعه وبيقول له هي مجرد فتاة مسكينة مش لازم تقتلها. بيتعصب ميكوتو على الكلب وبيرفع السيف على وشه، ولكن الكلب بيزعله وبيرجعه لرشده. فبيسيب ميكوتو السلاح وبيغطي وش البنت تاني وبيعتذر من الكلب علشان رفع السلاح في وشه. ايه ده، هو ماسك عليك زله ولا ايه؟ ما علينا. المهم بيكملوا طريقهم وبيقتلوا الغيلان اللي بتقابلهم. وبتكون هاتسكي بعد ما بتسمع كلمة غيلان دماغها بتوجعها وذكرياتها بدأت ترجع. بياخدها ميكوتو علشان يعديها على البلدة اللي جنبهم، بس وهما في الطريق بيقابلهم غول وبيكون جاي علشان يخلص على هاتسكي. ده طبعا بعد ما سابت غول الشجرة في نص القتال وهربت، ده على اساس انها كان المفروض تصلي جنبه يعني. فبيقول له ميكوتو هي مجرد راهبة فقدت ذكرياتها مش اكتر. بيتعصب الغول وبيزعلها اكتر، فبتبدأ ذكريات هاتسكي ترجع. مش عارف هي بترجع مع زي ولا ايه. وبعد ما بترجع ذكرياتها بتقول انا هخلص عليك دلوقتي، ولكن بيشقها الغول بسيفه. وميكوتو واقف وبيقول لهم خلصوا القتال واللي هيتفضل منكم هقتله. بعد ما بتسمع هاتسكي الكلام بتتعصب وبتمسك قرنها وبتخلعه، وبتقول انا دلوقتي ما عدتش غولة ولازم عليك تنقذني. وبعدين بيغمى عليها. بتفتكر ذكرياتها وهي مغمى عليها، وبتفتكر سالي بعد ما هزمتها وبتقول انا مش عاوزه اموت، انا عاوزه اقابلها تاني. وفعلا بتلاقي نفسها صحت وميكوتو عالجها. وبيطلع ان الغول التاني هو كمان خاف من ميكوتو وهرب. مش عارف يا صديقي هو كان بيعيب عليها ليه طالما يعمل زيها. ما علينا. المهم بتشكر هاتسكي ميكوتو علشان انقذها، وبتقول له انها هتسافر معاه من النهارده ومش هتسيبه، وبيخلص اليوم على كده. بعدها بفتره بيشارك هوسن في مسابقه للمبارزه، وده مش علشان هو جامد يا صديقي، ده علشان فلوسهم خلصت وهم محتاجين الفلوس علشان يصرفوا. المهم بعد شويه مباريات لهوسن بتزهق سالي والبنات وبيطلعوا يتمشوا بره، ولكن وهم في الطريق بتقول لهم فراو ان سبب منافسه هوسن الحقيقي مش الفلوس، ده علشان هو عاوز يبقى قوي ويقدر يحامي على نفسه وعلى اصدقائه. فبتتاثر ميكي من الكلام وبتقول انا قبل كده كنت بقتل البشر من غير رحمه، بس دلوقتي بدات احس بشعور مختلف ناحيتهم. ففراو طبطبت على دماغها كده وقالت لها شاطره يا ميكي. ولكن واثناء حديثهم ميكوتو بيعدي من قدامهم، بتشوفوا سالي وبتروح جري وراه وبتلحقه على اول الشارع، وبيجيب لها كوبايه ميه كده، وبيقول لها ميكوتو انا اسف علشان ما عرفتش اجيب لك غير ميه دلوقتي، وده بسبب ان هاتسكي مخلصه فلوسه كلها على الاكل الفتره الاخيره، ولكن هو قال لها لازم تدفعي مصاريف اكلك، وعلشان كده هي قررت انها تدخل المسابقه وتفوز بالفلوس كلها. هم كلهم اتزنقوا في فلوس يا صديقي دلوقتي، حتى انا كنت عاوز اخش المسابقه واكسب الجائزه انا كمان. المهم من جانب تاني كان الغول اللي هرب من ميكوتو وصل على سوميراغي وبيعتذر له وبيقول له انا اسف بس ما عرفتش اقتله. قال له سوميراغي ما انا عارف انك خلعت منه بعد ما عرفت انه اقوى منك، هو انا ما قلتلكش اني براقب كل حاجه ولا ايه؟ في الوقت ده بتيجي بنت صغيره عليهم وشكلها غولة هي كمان، بتروح على الغول وبتقول له شيلني. بيستغرب الغول من البنت اللي قدامه، ولكن بيعرفوا سوميراغي بيها وانها غولة الاقنعه وهي اللي عملت سومينكي. الغول بيعرف هي قد ايه كبيره ومهمه وبعدين بيشيلها. المهم بيطلعوا على مكان كده عاملين فيه دائره استدعاء للغيلان ال100. بيوصل كل الغيلان على المنطقه وبيستغربوا من التجمع واسبابه. بيعرفهم سوميراغي بالسبب وان في الفتره الاخيره
الأخيرة أعداد الغيلان قلت جدا، وده بسبب بشري واحد واسمه ميكوتو. الغيلان بتتعصب والكل ما بيكونش مصدق الكلام، ولكن العجوز ده بيأكد على كلامه وبيقول لهم ده قتل جيش من الغيلان قدامي. ايه ده انت لسه عايش هنا؟ انا فكرتك مت من اول حلقة يا عم والله. المهم بيطلع عيل صغير كده بيقول لي سوموناغي انت بتخوفهم على ايه؟ ما لازم نتحد علشان نقتله. مش عارف يا صديقي كل العيال الصغيره دي غيلان ازاي. بيطلع سوموناغي دماغ سومينكي وبيقول لهم انه برغم قوته قدر ميكوتو يخلص عليه بضربه واحده. فبيتصدم الولد كده واللي اسمه تودوروكي بالمناسبه. بيكمل كلامه سوموناغي وبيقول انا عارف انك كنت بتحب ميكي، بس انا مش عاوز اصدمك واقول لك ان ميكوتو هو كمان خلص عليها، قتلها بطريقه وحشيها وفعص عينيها وكسر قرنها. تودوروكي بيتاثر بالكلام وبيكون في منتهى الحزن، بيتعصب وبيقول انا لوحدي هخلص على ميكوتو. بيطلع يمشي وبيتجه الى المدينه اللي فيها ميكوتو، بيدعي الكل لتودوروكي بالنجاح وبيخلص الاجتماع على كده. انا مش عارف يا صديقي هو سوموناغي ده ما بيبطلش كذب ليه، ما علينا. المهم بعد الاجتماع بتروح جوسي على سومينكي وبترجعه لقناعه تاني. بتقول لسوموناغي انها موافقه تساعده في خطته للتحالف مع البشر، وشكلها عبيطه قوي ومش فاهمه حاجه. المهم بيخلصوا كلامه وبعدين بتسيبهم علشان تمشي، وبتقوله لو عوزت حاجه بعد كده بكلمني تاني. تاني يوم بتروح جوسي على المدينه، بتقابل هوسن في الطريق وبتقول له شيلني. بيبص لها هوسن كده وبيقول مين دي هي كمان. بيروح عليها وبيقول لها انت تايهه ولا ايه يا شاطره؟ تقول له انا جوسي ملكه الاقنعه وبدور على سوموناغي. بيقول لها هوسن قشطه وانا ملك القفشات، اتشرفت بمعرفتك، بس انا ورايا دلوقتي مسابقه ومشغول، ولكن ما علينا هوصلك لسوموناغي بتاعك. بياخدها فعلا وبيقابلوا سوموناغي، بيتعرفوا ببعض ولا كانهم اول مره يتقابلوا. انا مش فاهم سوموناغي لحد دلوقتي عاوز يوصل لايه. المهم سوموناغي بيقول لجوسي انها لازم تشجع هوسن في المسابقه حق ما وصلها هنا، فبتقول له تمام. وبعدين بيمشي هوسن بيوصل على المسابقه فعلا وبيلاقي جوسي بتشجعه من المدرجات، فبتحمس وبيقرر يكسر اللي قدامه. في الوقت ده سالي بتكون واقفه بره علشان الصوت بتاع التشجيع بيوجع دماغها. بيطلع لها سوموناغي علشان يتكلم معاها. سالي بتكون واقفه ومش عارفه مين اللي بيتكلم. بيقول لها سوموناغي انا جاي علشان اساعدك ونعمل تحالف ما بين البشر والغيلان. بيمد ايده ليها علشان تنضم معاهم. بيسمعوا ميكوتو وبيكون داخل عليهم وباين عليه انه متعصب جدا. بيطلب من سالي تبعد عنه علشان هو خطير. بيقول لها ده غول قوي وليه نفوس كبيره وسط الغيلان. سوموناغي بيقول لها ده سبب اكبر علشان تنضم معايا. ميكوتو بيقول لها لا انضمي معايا انا علشان نقتل على كل الغيلان على الارض. سالي بعدها بتقف محتاره ومش عارفه هي هتختار مين في الاتنين. موقف محير جدا ليها. انتهى الجزء اللي فات بعد ما عرض كل من سوموناغي وميكوتو على سالي الانضمام معاه، وسالي بعدها بقت محتارة جدا ومش عارفة هي هتختار مين. بس بعد ما فكرت شوية قررت تنضم لميكوتو. راحت عليه وقالت له انا مش مع فكرة قتل الغيلان كلها، بس انا هنضم معاك انت. ميكوتو بعد ما سلمت عليه اترعب كده وقال لها ما كانش لازم تختاريني، وبعدها طلع علشان يجري. مش عارف يا صديقي هو اهبل ولا ايه. المهم سالي بتطلع تجري وراه علشان تشوف ماله. ميكوتو بيقف مكانه كده وبيقول لها فاكرة لما انا حكيت لك قصة الولد اللي اتقتل ابوه من الغيلان؟ قالت له فاكرة. قال لها انا بقى الولد ده وكل يوم بكره الغيلان اكتر وعلشان كده بقتلهم، بس كل لما بقتلهم النار اللي جوايا ما بتهداش وبفضل اكرههم اكتر، فعلشان كده بقتلهم. وانت عاوزة تخلي البشر تعيش مع الغيلان وانا مش هقدر على كده. سالي بتقول بس انا عاوزة اسافر معاك يا ميكوتو. لسه ما كملتش الكلام وبنسمع صوت انفجار في سور المدينة. تودوروكي ورجالته وصلوا علشان ينتقموا لميكي. الناس في المدينة كلها بتترعب وبتطلع علشان تهرب، وتودوروكي ورجالته بيتوزعوا علشان يقتلوا ميكوتو، وكان معاهم غول كده نايم. مش عارف يا صديقي هو جاي ينام هنا ولا ايه، ما علينا. المهم بعد الانفجار بيروح الحراس على الناس في المسابقة علشان يلغوها وكده، وبيقولوا لهم اي حد هيقتل غول هياخد ضعف الفلوس اللي كان هياخدها من المسابقة. بيسمعهم الكل وبيتحمسوا الا هوسن. بيكون عارف ان الغيلان قوية جدا وعلشان كده بيتسحب علشان يمشي. اهم حاجة الثقة في النفس. بس وهو ماشي بيطلع له واحد كده علشان يمشي معاه. هوسن بيفتكر الراجل كده وبيقول له انت برصة صح؟ الراجل بيقول له بالظبط. وكويس انك لسه فاكرني يا صديقي. وده اول واحد خسر في المنافسة ضد هوسن، وما خدش غير تلويحة واحدة بالسيف وبعدين خسر، بس هو متقبل الخسارة يعني. المهم بيقول له هوسن انا هروح علشان اخلص على الغيلان علشان اخد المكافأة وافاجئ عيلتي. ده انت ما استحملتش ثانية قدام هوسن يا ابني، هتعرف تقاتل الغيلان ازاي؟ شكل الحماس كان واخده قوي، ولكن في اقل من ثانية البرق بيضرب الراجل ده وبيموت قدام هوسن. الله يرحمه كان راجل اهبل. وبعد ما بيموت بيطلع تودوروكي وبيقول انا كنت عاوز اموتكم انتم الاتنين، بس الراجل الضخم ده خد الضربة كلها لوحده. اجهز علشان هتموت يا ميكوتو. هو عبيط ده ولا ايه؟
هوسون قال له مش عارف مين ميكوتو اللي انت بتتكلم عليه ده، بس انا مش هسيبك بعد ما قتلت برصاص. ميكي وفراو بيسمعوا صوت الرعد وبيبصوا من الشباك. ميكي بتطلع عين من عينيها علشان تشوف المشكله، بتشوف الغيلان وبتعرفها، بتعرف ان تودوروكي عند هوسون وشكله ناوي يقتله. في الوقت ده سالي كمان بتسمع الانفجار، وميكوتو بيكون رايح علشان يقتل الغيلان كلها. سالي بتفكر في اللي حصل وبتقول يا ترى الموضوع ده ليه علاقه بسوموراغي ولا ايه، وطالما جابت سيرته لقيته وراها يا صديقي. سالي قالت له هو مش ده هجوم غيلان وانت عاوز ما تفرقش ما بين البشر والغيلان؟ سوموراغي قال لها ايوه، بس مش عاوز اتكلم مع البنت اللي ما اختارتنيش، بس هعرفك باللي بيحصل. ده هجوم من 4 غيلان، الاربعه دلوقتي بيدمروا في المدينه. اقوى واحد فيهم اسمه تودوروكي وبيقاتل اضعف واحد فيكم، يقصد هوسون يعني. يا ترى هتعرفي تلحقيهم ولا لا؟ ونسيت اقولك، انا مش ناوي اخليكي تروحي له على فكره علشان ما اختارتوش يعني. سالي بتتصدم كده وبتقول له يعني لازم اهزمك علشان اعدي. سوموراغي بيقول لها بالظبط. ومن جانب تاني ميكوتو كان رايح على الغول اللي نايم علشان يقتله. اول لما بيوصل عنده بيطلع السيف علشان يخلص عليه، ولكن بعدها بيحس بحاجه غريبه في جسمه وبينام جنبه، واتضح ان الغول ده بيخلي اي حد عاوز يقتله ينام. المهم ميكي وفراو كانوا طلعوا يجروا علشان يلحقوا هوسون وكده، بس كل واحده فيهم راحت بالناحيه. مش عارف هما زعلوا من بعض ولا ايه يا صديقي، بس شكل ميكي عاوزه تقابل واحد تاني. المهم فراو وهي بتجري بيشوفها غول النسر كده وبيهجم عليها وبيقول لها يا وكاله من غير بواب ولا ايه، مش هخليكي توصلي على مكان تودوروكي. في الوقت ده سالي كانت جمعت قوتها، هجمت على سوموراغي ولكن من غير اي فايده. في نفس الاثناء ميكي بتوصل على الغول ابو ايدين طويله وبتقول له ايه ده، انتم جايين هنا ليه؟ هم البشر دول اذوكم في ايه؟ فبيتصدم الغول كده علشان ميكي بتطلع عايشه، وبيقول لها احنا هنا علشان ننتقم لموتك ونقتل اللي قتلك. ميكي قالت له انتم عاوزين تموتوني بالعافيه؟ ما انا عايشه اهو، وبعدين انتم جايين تنتقموا لي ليه يعني؟ فبيقول لها الغول شكلك ما انتش عارفه تودوروكي، يقصد مش عارفه انه بيحبها يعني. غول مش سالك والله. المهم ميكي بتقول له طالما انا عايشه هتوقفوا الهجوم على المدينه يعني. الغول بيقول لها ده لو انا سبتك عايشه يعني، وبيهجم عليها علشان يقتلها. شكل دماغه لسعت يا صديقي. المهم في الوقت ده تودوروكي ضرب البرقه على هوسون، بس هوسون خلى السيف ياخد الضربه بداله. تودوروكي بيضرب على هوسون وهوسون بيحاول يتفادى الهجمات يمين في شمال، وبعدها قال ما بدهاش بقى، طلع علشان يجري. الجري نص الجدعانه بقى. تودوروكي قال له بعد الكلام اللي قلته طلعت تجري، انا مش هرحمك، وطلع يجري وراه. بس هوسون طلع عامل له كمين، استناه لحد لما جه عنده، بعدين ضربه على دماغه بالسيف بتاعه، فوقعت الطاقيه من على دماغ تودوروكي. بص للطاقيه كده وافتكر ان ميكي هي اللي كانت عطيها له، اتعصب على الاخر وقال له يبقى انت قتلت ميكي بالطريقه دي هي كمان، وقرر انه يقتله. في الوقت ده فراو كانت بتحارب الغول النسر، هجمت عليه ولكن قدر يثبتها بمخالبه، وقال لها انا مش هسيب حد يقرب من تودوروكي وانا موجود، واستخدم مدفعه عليها، وشكل الدنيا هتبوظ خالص. في نفس الاثناء ميكي كانت واقعه على الارض، بيقول لها الغول على السبب اللي هيخليه يقتلها، وهو انه عاوز يقتلها علشان هي بتسعى للتعايش مع البشر زي سوموراغي، وان حتى لو ده هينفع مع تودوروكي فمش هينفع معاه علشان هو شكله مخيف والكل بيقول عليه وحش ومش هيرضوا يصاحبوه. فبتتعصب ميكي وبتقول له يبقى لازم اقتلك علشان اعدي بقى. بتهجم عليه بقوتها، بس جسمه بيتمدد والهجمات ما بتاثرش عليه، بيهجم عليها وبتتفادى ميكي هجماته بصعوبه، وشكل الدنيا هتبوظ معاهم يا صديقي. في نفس الوقت تودوروكي كان اتعصب واستخدم قوته الكامله، طلع وحش فوق دماغه كده علشان يقتل هوسون، بيجمع قوه كبيره جدا علشان يقتله بيها. هوسون بعد ما شافه قال له يبقى شكلي هموت هنا، ضحك كده وقال له بس انا لازم اثبتك هنا لاطول فتره لحد لما اصحابي يجوا ويحموني. تودوروكي ضرب باقصى قوته علشان يقتله. هوسون راح ناحيه البرق وكانه رايح ينتحر، ذكرياته كلها ترجع وخلاص شكله هيموت، ولكن فجاه بتظهر ويني وبتصد كل البرق بايد واحده. ايه ده يا صديقي، شكلها هتلعب تاني. بعد ما بتظهر ويني بيتفاجئ هوسون منها جدا، وبيتفاجئ اكتر علشان هي حمته، وبيكون تودوروكي متعصب علشان البرق بتاعه ما قتلش هوسون، بس بتكون ويني رايحه هناك علشان تدي سيف لهوسون علشان يحارب بيه وكده، وبتقول له انا شفتك بتقاتل غول بسيف خشبي، قلت لازم اديلك حاجه تعرف تقاتل بيها. وبيحس هوسون ان السيف بينبض في ايده، وبتقول له وين ان السيف ده بيقطع اي حاجه حتى لو كان برقه او جسم غول او اي حاجه. فبيقول لها هوسون تمام، وبعدين بتمشي، وبيكون تودوروكي مفكرها بتهزر، وبيقول انه هيخلص عليه. بيجهز سيف من البرق كده وبيهجم على هوسون، ولكن السيف بتاع هوسون كان قوي جدا وبيصد كل البرق وبيقطعه بسهوله.
لحد لما تودوروكي بيشوف الطاقية اللي واقعة على الأرض، بيفتكر ذكريات ميكو إنها هي اللي كانت عطيها له، وإنها الوحيدة اللي كانت بتعامله كويس على عكس كل الغيلان. بيتعصب على آخره وبيقرر إنه يقتل هوسون. بيجهز مدفع تاني ولكن المرة دي بيكون شكله في قمة الرعب. هوسون في الوقت ده كان بدأ يقلق، بس ويني قالت له شيل السيف بإيمان وأنت تقدر تهزمه. وفعلا بيضرب تودوروكي هجمة بأقصى قوته، بس هوسون بيصدها بالسيف بتاعه وبيقدر يهزم تودوروكي ويجرحه جرح كبير جدا. وبكده هوسون قدر ينتصر على تودوروكي ومن غير ما حد يجيله كمان. كان في نفس وقت القتال بتاع هوسون فراو وقع على الأرض ولكن ما كانتش ماتت من مدفع الغول، وبتكتشف ان الملاك ما اخدتش القوة كلها، بالعكس ده سابت لها جزء علشان تحارب بيه. بتقوم فراو ايديها بتسود ورجليها وبتتحول. بتقوم فراو بتقطع جناح الغول في ثواني. لسه الغول ملحقش يتصدم وبتخلص عليه فراو نهائي وبتفصل دماغه كده عن جسمه. وبكده فراو فازت على الغول هي كمان، بس كانت طاقتها خلصت ووقعت على الارض منهارة. نروح بقى لميكي واللي ما كانتش عارفة تعمل اي حاجة مع الغول، وده طبعا بسبب طبيعة جسمه المطاطية. بس ميكي بتجيلها فكرة وبتروح علشان تنفذها. بتطلع تجري كده من الغول لحد لما بتوصل على سور المدينة. الغول بيضربها بالبوكس كده ولكن بتتفاداها، ولحسن الحظ ايده بتتحشر في السور. ميكي هي كمان بتخدع الغول وبتعمل نفسها تضربه بمدفعها. الغول بيخاف كده ولكن ميكي ما عندهاش قوة اصلا تضرب بالمدفع، ولكن هي عملت كده علشان تخوفه مش اكتر. جمعت باقي قوتها وضربته في الجدار بايديها، وعلشان السور وراه جسمه معرفش يتمدد، والغول هو كمان خسر قدام ميكي. انت متخيل يا صديقي اللي بيحصل؟ المهم بعد ما ميكي اتضربت الغول كان باين عليها انها في منتهى الحزن، وده علشان الغول كان بيقول انه شكله وحش ومحدش هيرضى يصاحبه من الغيلان او من البشر، وده على عكس تودوروكي واللي علشان هو شبه البشر هيقدر يصاحبهم عادي. المهم في نفس الاثناء كانت سالي بتواجه سومراغي، كان ضربها بالبوكس كده وقعت على الارض. قامت وقالت له انا لازم اهزمك علشان اقدر اوصل لاصحابي. جمعت قوتها وقالت له انا هعدي بالقوه، بس سومراغي قال لها خلاص انا هستسلم، روحي يلا براحتك والحقيهم. مش عارف يا صديقي هو الراجل ده عاوز يموتني ولا ايه؟ المهم سالي بتوافق علشان تعرف تلحق صحابها. طبعا بتمشي سالي من المكان ولكن قبل ما بتمشي بتبص كده على سومراغي، بتقول له انها هي اللي هتمدله ايديها للتعاون بعد ما تحل مشكله ميكوتو. فبيوافق سومراغي وبيبص لها كده وبعدين بتمشي. بس كان الكل خلص العركه بتاعته ومروحين اصلا. تاني يوم بتصحي ميكي تودوروكي بعد ما عالجوه وبتقول له الحمد لله على السلامه. فبيصحى تودوروكي وبيكون مفكر نفسه مات علشان ميكي جنبه، بس بتقوله انه لسه عايش وهي كمان عايشه. فبيفرح تودوروكي جدا وبيعيط من الفرحه. صعب عليها جدا والله. المهم في نفس الاثناء سالي بتكون قاعده مع هوسون وبيتكلموا عن اللي حصل، وبتكون سالي مستغربه علشان هوسون قدر يهزم تودوروكي. فبيحكي لها هوسون على كل اللي حصل وان ده كله كان بسبب ويني. فبتفرح سالي جدا علشان ويني عندهم، وبتقول لهم ويني على المكان الجديد اللي المفروض يروحوا عنده واللي هي بلد تدعى ليجيديا، ومنعت التفرقه ما بين البشر والغيلان وانصاف البشر واي حد يعني. المهم بيوافقوا كلهم وبيجهزوا علشان يمشوا. تاني يوم بتودعهم ويني وبتعمل تعويذة انتقال علشان ترجع على الغابة، بس قالت لهم انها هتزورهم على طول يعني، وبعدين بتمشي. بعدها بتكلم سالي تودوروكي وبتعرض عليه ان هو ينضم معاها علشان هي بتسعى للتحالف ما بين البشر والغيلان. فبيكون تودوروكي متردد في الاول ولكن في الاخر بيوافق، بس بيقول لها انه مش هيسافر معاهم، ده هيسافر لوحده كده وهيعمل اللي هيقدر عليه علشان يحقق الهدف ده يعني. وبعدين بيمشي. خد يا اسطى انت رايح فين؟ خليك مع حبيبتك ميكي. ما علينا. المهم بيودعهم تودوروكي وبيطلع علشان يسافر. بيشوف سومراغي على اول البلد كده وبيقول له انت كذبت عليا ليه وقلت لي ان ميكي اتقتلت. بيقول له سومراغي مزاجي وان كان عاجبك يعني. تودوروكي بيتعصب بس لسه ما اتعصبش قوي وبيلاقي سومراغي خلص عليه من ظهره. قلت لك خليك مع ميكي احسن لك. المهم سومراغي بعد ما قتله رماه كده وقال له روح كلم بقيه صحابك وسلم لي عليهم، يقصد اللي ماتوا يعني، وقال وجهت المره الجايه هي ليجيديا. وبعدين مشى. وبس لحد هنا بيخلص الجزء الاول. بعد ما القتال بينتهي بتروح هاتسوكي علشان تلحق ميكوتو وترجعه بعد ما نام من تاثير الغول. بدا يفتكر ماضيه وهو نايم، بس علشان نعرف ماضي ميكوتو لازم ابدا احكي لكم الحكايه كامله. كان يا مكان في قديم الزمان راجل عجوز عاش مع زوجته. الراجل طلع علشان يصطاد ومراته راحت تغسل الهدوم في النهر، بس وهي بتغسل لقى الطفل في النهر راكب قارب على شكل خوخه. المراه اخذت الطفل عندها وربوه لحد لما كبر وبقى راجل وسموه ميكوتو. بس بعد ما ميكوتو كبر قرر ان هو يسافر في رحله علشان يعرف ابوه
وامه الحقيقيين ويعرف هما ليه سابوه في النهر. بس وهو ماشي بيقابل كلب كده على الطريق وبيديله حته دانجو علشان ياكلها. بس الكلب بعدها بيشكره على الدانجو وبيتفاجئ ميكوتو علشان الكلب طلع بيعرف يتكلم زي البشر. بس الكلب بيطلب منه ياخده معاه في رحلاته، فميكوتو بيوافق. بيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا على قريه كده جنبهم. بيقول ميكوتو للكلب عن هدف رحلته وانه عاوز يشوف ابوه وامه الحقيقيين، فالكلب بيقول له تمام. بس هما هناك بيسمعوا صوت اهل القريه بيصوتوا، ناس بتزعق وبتقول ان في غول في المنطقه. ميكوتو جرى على المكان علشان يشوف في ايه. اول لما وصل على مكان الغول اتصدم من المشهد اللي قدامه. الغول بياكل في اهل القريه كلهم وكان على وشك ان هو ياكل طفل صغير هو كمان. الكلب بينده على ميكوتو علشان يهرب من المكان، بس ميكوتو بيقول انا مش هقدر اهرب واسيب طفل بيتاكل قدامي. بينده على الغول وبيقول له سيب الطفل في حاله. الغول بيبص على ميكوتو علشان يخلص عليه. ميكوتو كان واقف وجسمه كله بيرتعش من الغول. الغول بيهجم على ميكوتو بقوه كبيره جدا. الكلب كان داير وشه وفكر ميكوتو خلاص هيموت، بس بعدها بيتفاجئ ان ميكوتو لسه عايش وصد ضربه الغول بايد واحده بس. ميكوتو حس بقوه كبيره في جسمه، هجم على الغول وخلص عليه بضربه واحده من سيفه. وبعدها الكل بيتصدم من قوه ميكوتو وكانوا فرحانين جدا. عين ميكوتو في الوقت ده اتحولت على شكل قلب، والناس توجت ميكوتو كبطل بعد ما هزم الغول، وبداوا يطلبوه في باقي القرى علشان ينقذهم من الغيلان. وميكوتو بعدها نسى هدف رحلته الاصلي وبدا بس يقتل في كل الغيلان، لحد لما في يوم بيروح ميكوتو على الجزيره اللي فيها قائد الغيلان كلها. بيواجهوا ميكوتو وبيقدر ان هو يهزمه ويقطع دراعه، وبيكون قائد الغيلان وعده ان هو لو اتهزم فالغيلان مش هتهجم على البشر تاني. وبيقول له القائد ان هو هيلبي الوعد ده، بس خلي بالك يا ميكوتو بعد ما هزمتني الكيشين هيجيلك ويقتلك. فميكوتو قال له تمام وكان قلقان كده. بعدها القرى عاشت في سلام من الغيلان. ميكوتو كان قلقان من كلام قائد الغيلان لسه، وعلشان كده بنى بيت في الغابه بعيد عن الناس كلها وبدا يعيش فيه ويتدرب ويستنى اليوم اللي الكيشين هيجي فيه. ولكن كانت الحياه وحشه جدا لوحده، بس كل ده هيتغير دلوقتي. في يوم بالليل في غول راح على ميكوتو قال له انا غول بس بسبب شكلي بعرف اتخفى وسط الناس عادي واقتلهم وبسهوله. بس وانا في القريه اتعرفت على واحده وحبيتها من كل قلبي، اتجوزنا وخلفت منها ولد، بس غرائزي كغول خلتني اقتلها وانا مش واخد بالي، وانا جاي لك هنا علشان تقتلني قبل ما اقتل ابني هو كمان. ميكوتو كان شايف الراجل بيرتعش وما كانش عاوز يقتله، بس الراجل فضل يترجاه لحد لما ميكوتو وافق وقتله. بس بعدها ميكوتو كان خايف على ابنه ونزل علشان يشوف ايه اللي بيحصل له في البلده. بس وهو هناك شاف الولد مربوط في شجره وكل اهل القريه بيضربوا فيه. ميكوتو راح هناك وقال لهم انتوا بتعملوا فيه كده ليه؟ ردوا عليه وقالوا له علشان ده غول وعنده قرن على راسه. ميكوتو بص عليه وقال لهم يعني هو اذاكم في حاجه؟ كل اهل القريه زعقوا له وقالوا له ابعد علشان هنقتله دلوقتي. بعدها ميكوتو بص على الولد كده وسمعه وهو بيتكلم. الولد بيقول اسف علشان انا اتولدت اصلا. ميكوتو بعد ما سمع كلام الولد صعب عليه جدا ونادى على كل اهل القريه وقال لهم من النهارده الولد ده هيكون في حمايتي ومش هسيب اي حد يقرب له. واخد ميكوتو وروحه على بيته. اول ما دخل الولد على البيت طلب من ميكوتو انه يقتله، قال له انا زهقت من الضرب والعيشه والناس كلها كرهاني فارجوك اقتلني وخلص معاناتي. بس ميكوتو قال له انت مش عاوز تنتقم من اللي قتل ابوك؟ انا اللي قتلت ابوك، واعطاله السيف علشان يقتله. الولد بعدها افتكر ابوه وهو بيلعب معاه، شال السيف وقرر يقتل ميكوتو. ضرب دماغ ميكوتو بس السيف ما اثرش فيه علشان قوه الغيلان ما بتنفعش ضد ميكوتو. فميكوتو قال له انت ضعيف دلوقتي ومش هتقدر تقتلني، فانا هربيك عندي لحد لما تقدر في يوم انك تخلص عليا. الولد قال له هقتلك وانتقم لابويا، وبعدين سابه وراح ينام. بس بعد ما مشى الولد الكلب راح على ميكوتو قال له انت ما قلتلوش الحقيقه ليه؟ وما قلتلوش ان ابوه هو اللي طلب منك انك تقتله. ميكوتو قال له الولد ده صعبان عليا، بعد ما عيلته اتقتلت الناس عملوه اسوأ معامله، وهو اكيد عنده كره كبير في حياته وانا عاوزه يوجه الكره ده ناحيتي انا بس. في الوقت ده الولد كان صاحي وسمع كلام ميكوتو. بعدها بدا الاتنين يعيشوا مع بعض والحياه بقت حلوه، وميكوتو هو كمان ما بقاش يحس انه وحيد زي زمان. بس بعد فتره الراحه خلصت، الكيشين وصل للقضاء على ميكوتو. في الوقت ده ميكوتو بيعرف ان الكيشين وصل، بيروح على الولد الصغير وبيقول له انا عاوز اقول لك على حاجه، انا عاوزك مهما قابلتك الصعاب تبتسم وتضحك في وشها، انا دايما هكون معاك وهحميك. وبعدها ساب الولد وراح على الكيشين. بس الكيشين كان قوي جدا وقطع ايده ورجل ميكوتو، وكان ميكوتو وقتها حس انه خلاص مش هيقدر يعمل حاجه معاه اكتر. بس ميكوتو ما استسلمش، مسك السيف بسنانه وقدر انه يجرحه في وشه، بس كانت طاقته خلصت ونام على الارض من التعب.
في الوقت ده الولد كان عارف مكانه ورايح عليه. الكلب حاول يمنعه بس الولد قدر يعديه، ووصل على المكان وشاف ميكوتو متغرق في دمه. ميكوتو بيقول له انت جيت لي دلوقتي؟ الولد بيعيط وبيقول له ايه اللي عمل فيك كده؟ ميكوتو بيقول له انت دلوقتي على وشك الانطلاق في رحلاتك، لازم تتعلم تتقبل نفسك علشان تقدر تصاحب ناس تانية. الولد بيعيط وبيقول له بس مفيش هدف للحياة من غيرك. ميكوتو قال له طول ما انت بتضحك هتلاقيني معاك وهحميك، وانتقلت قوة ميكوتو للولد ده. بعدها الكيش انفجر المكان بيهم الاتنين علشان يخلص عليهم، بس بيبص كده لقى الولد داخل عليه بالسيف بتاع ميكوتو. قوة الغول بتاعته اتفعلت مع قوة ميكوتو وقدروا انه يقطع دراعه في ثواني. لسه الكيشين ملحقش يتكلم وقرن الولد بيكبر، والولد قطع الكيشين لجزئين. بعدها بيقرر الولد انه ياخد اسم ميكوتو وينتقم من كل الغيلان اللي بوظوا العالم. وبس لحد هنا بينتهي الانمي. انا مش عارف هما هينزلوا الجزء الجديد امتى، بس اول لما ينزل هنلخصه باذن الله. ويلا يا عم ما تنساش الاشتراك في القناة، وسلام سلام.